كده نحاول الاحجام بتاعتنا تبقى متساويه الى حد كبير، عشان في التسويه تبقى يعني كلها تستوي مع بعضيها وتبقى الامور ماشيه تمام. زي ما احنا شايفين كده بنكور اللحمه بطريقه طبيعيه وبحجم متساوي. وبكده خلصنا المرحله دي، مرحله التكوير بتاع الكفته. هو احنا ممكن نحمر على كده على طول في السمنه، ويا سلام السمنه البلدي، لان هي الوصفه اصلا اتعملت بالسمنه البلدي، الوصفه اصلا معموله بالسمنه البلدي. هنبتدي نحط الطاسه بتاعتنا على النار، معلقتين سمنه بلدي حلوين. الكرات بتاعت اللحمه ممكن قوي كده تحمر على طول، وممكن نديها تعفير دقيق صغيره، بس ما نكترش دقيق عشان ما يتقلش مننا الصوص، لان الدقيق بيربط الصوص. كده تمام جاهزين على التحمير. وادي السمنه البلدي المحترمه، طبعا ما فيش مانع انها تتعمل بزيت او زبده، حتى لو يعني لو الدنيا ما فيهاش غير الزبده ممكن نعملها بزيت، لكن السمنه البلدي ده الاساس بتاع الوصفه. لو عايز تشوف الحلقه كامله دوس على اللينك